أكلة مصرية أصيلة. طالما الشتا جه خلاص يبقى لازم العدس وفتة العدس. استني ما تقلبيش الفيديو، هتشوفي تكات جديدة أول مرة تشوفيها على اليوتيوب. بجد هتقلب ريحة البيت، واللي ما بيحبوش العدس بجد هيحبوه وهيعشقوا فتة العدس. بجد أنا عاملاها بتكات جديدة جدا. أنا معرفش في حد بصراحة بيعملها بالتكات ديت ولا لأ. أنا معتمداها هنا في بيتي. بجد أنا أولادي ما كانوش بياكلوا نهائي من ريحته ومن شكله ومن طعمه. لما اتحايلت عليهم يدوقوه بجد بقوا بيدمنوه. بجد انا مش بقول لكم كده علشان تشوفوا الفيديو بس اصبروا وشوفوا معايا التكات للاخر. شوفوا انا بعمل تكات في الفته، مش اي فته كده بعملها وخلاص. وكمان تكايه بعملها كده في العدس، بتشربي احلى شوربه عدس ممكن تشربيها، وكمان ممكن تاكليه كمان بالمعلقه من جماله. بجد بصوا بقى لاخر الفيديو واصبروا معايا وشوفوا التكات اللي انا واثقه ان هي هتعجبكم جدا جدا جدا. واللي بيعمل بنفس التكات ديت يا ريت يكتب لي في الكومنتات. نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو. انا كان معايا ربع كيلو عدس. انت بقى على حسب افراد اسرتك، ربع كيلو دوت بيكفي تمام. مية مية كمان ممكن يفوت منه شوية. تمام. انا غسلته كويس جدا، وبعد ما غسلته حطيت عليه مية زي ما انتم شايفين، يعني شطفته كذا مرة كده. تمام. تعالوا نشوف بقى المكونات اللي انا بحطها على العدس. انا بحط طماطمتين متقطعين، جزرتين صغيرين متقطعين كده، وكمان بصلايه متوسطه. انا ما بحطش اكتر من كده. واحيانا بحط قرن من الشطه، بس ما تكونش حراقه قوي. تمام. لو انت عايزه تحطي فلفل برضو حطي، عايزه تحطي شطه قرن شطه حطي. انا الشطه اللي عندي كانت حراقه بطريقه رهيبه، فانا ما حطيتش منها، بس هحط سنه من الشطه البودر كده في الاخر يدوب، بس حاجه بسيطه خالص. هحطهم بقى على النار، هحط العدس ده بقى على النار متوسطه كده. وهسيبه يغلي. بس خدي بالك ما تقفليش الغطا جامد، لازم توربيه كده علشان مش يبهدلك البوتاجاز لما يفور. تمام. اول ما العدس يفور زي ما انت شايفه كده، هدي بقى عليه النار. انا كنت حاطاه على النار يعني متوسطه شويه او عاليه، يعني ماليه للعاليه. تمام. هسيبه بقى يستوي حوالي تلت ساعه كده على نار هاديه. استوى وكان معايا بالشكل ده. طبعا لو عندك هاند بلندر بتضربيه بالهاند بلندر زي حالتي كده وهو سخن عادي. يعني الهاند بلندر دي ميزته ان انت بتستخدميه والعدس سخن مولع عادي مفيش اي مشكله. لو مش عندك هاند بلندر استني بقى لما يبرد خالص وابدأي افرمي الخليط ده كله في الخلاط. بس كده لا، استني بس التكايه اللي انا بعملها جايه اهيت. في نفس الحله انا هحطها على النار هاديه كده. تمام. انا لسه تقريبا ما ولعتش عليها. تعال بقى ما نشوف هعمل ايه. هعمله يعني بص، انا حطيت شويه زيت صغننين جدا في طاسه، واحط عليهم شويه شعريه قد البيضه الكبيره كده. تمام. مش هكتر اكتر من كده. ليه؟ لان انا عايزه برضو اشربه زي شوربه، بس شوربه بقى تكون بالشعريه كده، تكون جميله مهاش ماسكه قوي. يعني الشوربه ما هيش جابسه قوي تتغمس بالعيش، ولا هي سايله قوي. يعني بحيث ان انا اعمل منها برضو الفته وانا بشربها كده الاقي فيها قطع شعريه كده، فبتكون طعمها جميل جدا وملهاش حل. طبعا شويه زيت صغننين قوي. ليه؟ علشان انا هعمل بقى التكايه الصح اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. اللي هحطها في العدس هتغير طعم العدس وملامح العدس خالص، وهتخلي ريحته وطعمه زي العسل. تمام. حبايب قلبي اللي سرحت ونسيت تحط اللايك، لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنسيش تحطي يا حبيبه قلبي اللايك. واللي ما اشتركش في القناه يشرفني ويشترك في القناه. بجد فيها حاجات وصفات هتعجبكم جدا ان شاء الله. خدوا لكم جوله كده فيها، وانا واثقه ان شاء الله باذن الله فيها وصفات كتير هتنال اعجابكم. انا خلاص حطيت عليه الشعريه وكنت ولعت النار عليه على الهادي. تمام. هعمل بقى ايه؟ تعالوا بقى شوفوا التكايه اللي بحطها على العدس. بتغير ملامح وطعم ونفس وريحه العدس للاحلى كتير. جبت كام فص توم كده مهروسين، ورحت جايه شوحتهم في شويه زيت صغننين خالص. انا مش عايزه اكتر زيت قوي في العدس. شوفوا بقى، نص معلقه الكزبره الناشفه ديت. يا سلام على جمال البص والريحه بتاعه الطشه دي. الطشه ديت انا بقى بطشها على العدس. يعني هو العدس في الاول بيتسلق ما بحطش معاه توم اطلاقا، لان التوم دوت على فكره اللي في العدس في الاول بيعمل انتفاخات وبيخلي العدس مش حلو قد كده. ما بحبوش ابدا التوم المسلوق ده. تعالي اعملي كده، بس لازم الاول العدس يغلي معايا. العدس كان بارد شويه لان كنت سبته، فسبته الاول. الخليط دوت اللي هو دقه التوم دوت سبتها على جنب كده، وطفيت عليه لغايه ما احس ان العدس غلي. تعالوا بقى نحط التوابل بتاعتنا. حطيت مكعب مرق. على فكره ممكن تستغنى عن مكعب المرق ده خالص، وممكن كمان لو عندك شوربه تسلقي العدس دي من البدايه في شوربه بدل ما تسلقيه في ميه، بيبقى احلى واطعم كتير. وخلي بالك وراعي الملح، متحطيش ملح كتير لان المرقه كده كده فيها ملح، بتبقى مالحة شوية.
وحطيت شوية من الكمون، واحط شوية من الفلفل الاسمر، وكمان كده تمام قوي. واحط بقى سنة من الشطة الصغيرة علشان انا محطتش قرن شطة، بس يا دوب بس حاجة بسيطة تديله حاجة من بعيد مهاش ايه مولعة، علشان برضو زي ما انتوا عارفين الاطفال ويعني لو حد برضو بتأذى من الشطة فبلاش تحط شطة خالص، مفيش اي مشكلة. هستنى لما العدس ده يقلب معايا او يغلي معايا، ابدأ بقى انزل الطشة. انا كنت ولعت عليها تاخد برضو ايه، كانت بردت عشان تاخد سنة إيه سخونية شوية. شوفوا بقى الجمال، يا سلام على الطشة. بصوا بقى ريحة العدس دلوقتي كانت قلبة الدنيا. كنت نفسي تبقوا معايا وتشموا الريحة الجميلة بتاعته، بجد قلبت العدس يعني خلته له طعم تاني. اعملي بس الطشة ديت هتعجبك قوي قوي، وصدقيني هتغير جدا في طعم العدس. خلاص غلي غلوتين اهوت، هطفي بقى عليه خلاص. كده العدس كده معايا جاهز. هبدأ بقى ان انا اعمل بقى الفتة، وتعالوا شوفوا انا بعمل الفتة ازاي. احلى فتة عدس ممكن تاكليها في حياتك. معلقتين كده حلوين من الزبدة او من السمنة البلدي، او ممكن معلقه سمنه بلدي على زيت، او معلقه زبده على زيت. وهبدا ان انا احمر شويه العيش الناشف دول. العيش الناشف دوت ممكن تجيبي اللي هو العيش اسمه عيش مفقع. بتجيبيه منين؟ بتجيبيه من عند اللي هما الخبازين بتوع العيش الشامي، او العيش الناشف بتاع الفلاحين عادي ينفع. او لو انت عندك عيش شامي ممكن تشديه في الفرن، يعني ان انت تولعي عليه على الهادي كده لغايه ما تحس ان هو يعني خد لون معاك او اتحمص كده او نشف خالص، وتبداي تعمليه بنفس الطريقه كده. بصوا بقى على الجمال. ولو عندك عيش بلدي برضو سيبيه ينشف، لو ما عندكش ده كله وعندك عيش بلدي سيبيه ينشف خالص في الفرن. بس هو خلي بالك لا يتحرق منك. وابدا ايه بعد ما ينشف اعمليه بنفس التكية كده. معلقة السمنة البلدي او الزبدة عايزة اقول لكم بتفرق جدا. بقى من الريحة وهي طالعة بصوا روعة، قلبة ريحة البيت. ريحة العيش بعد ما اتحمص في معلقتين السمنة البلدي دول وعليهم شوية الفتة، بجد أكلة في منتهى الروعة والجمال اللي في الدنيا. أنا عايزاكم تجربوها، ويا ريت اللي يجربها بنفس التكات ديت وعملهاش قبل كده بالله عليكم يكتب لي في الكومنتات ويقول لي كانت عامله ازاي. وانا واثقه اللي ما بيحبش العدس او يعني انا عارفه ان هو مهدور حقه في معظم البيوت المصريه، بالرغم ان هو فيه كميه غذاء غير طبيعيه. وكمان احنا بنستنى الشتاء يعني بصراحه ما بنعملوش في الصيف خالص. تعالوا بقى نعرف مع بعض بقى الاكل بقى والجمال بقى. بصوا ما شاء الله شويه فته زي العسل. عملت شويه سلطه خضراء، وكمان شويه مخلل، وعملت شويه بدنجان بدقه. على فكره دقه البدنجان ديت انا معتمداها عندي في التلاجة. شويه شطه كده بعملها بطريقه روعه. انا هسيب لكم اللينك بتاع الشطه ديت في الرابط، يعني تتك على عنوان الفيديو دخلك في الوصف هتلاقي طريقه الشطه ديت حلوه قوي قوي. عايزاكم تعتمدوها عندكم في اي تمليحه سواء سمك او بدنجان. اشوفكم على خير ان شاء الله.